ما شفتوش الخيبة؟ مش ترافيس سكوت جه هنا مصر علشان يعمل الحفلة بتاعته؟ لا، ومش بس كده، ده كمان بيستفز المصريين اللي طالبوا بإلغاء الحفلة بتاعته. جه هنا مصر واتصور كمان قدام الأهرامات في صورة مستفزة جدا لكل المصريين، بس هو خد كثفة السنين بعد ما طلع قرار من الشركة المنتجة، قرار رسمي، وهو ده صورة القرار، ان هي بتبلغ الناس بتقول ان الحفلة بتاعت ترافيس سكوت ان هي هتتلغى لاسباب انتاجية. ما قالوش السبب الحقيقي، بس ما يهمناش، المهم الحمد لله ان احنا نجحنا ان احنا نلغي الحفلة، بالرغم من ان هو وصل لمصر هو قال ايه بيغزنا بتصويرته قدام الاهرامات. طبعا السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا في حاجات انا شايفاها ده الدور الايجابي للسوشيال ميديا، وده بعد ما اتكلمنا كلنا عن المراسم والطقوس الشيطانيه اللي بيعملها ترافيس سكوت في حفلاته، والغرض وراء ان هو اقامته للحفله دي خصوصا وتحديدا عند الاهرامات. طبعا الشركة المنتجة طلعت وقالت ان هي بتعتذر عن اقامة الحفلة لاسباب انتاجية زي ما قلت، وقالت ان هي هترجع كل الناس اللي حجزوا التذاكر هترجع لهم فلوسهم، وبتوعد الناس ان هي هتعمل تاني حفلات تانية لمطربين عالميين. مش مشكلة يجيبوا اي حد مطرب عالمي، طبعا احنا بنرحب بكل الثقافات، بس الحاجات اللي فيها شبهة اسفين دي ما تخشش مصر. طبعا وده كان الحلقة اللي انا عملتها اللي هي الغاء حفلة الموت بالاهرامات بعد قرار نقابة المهن الموسيقية. طبعا وعملتها بالفيديوهات اللي بتكشف ان في حفلاته هو بيعمل ايه والمراسم اللي بيعملها، وكشفت حاجات كتيرة بالفيديو علشان ما يبقاش كلام مرسل وخلاص. طبعا هو اكيد انا واثقه ان هو تنح بعد ما سمع القرار ده، خصوصا خلاص ده جه مصر هنا يعني، وانه بيستفزنا. انا بص هي بتصور قدام الاهرامات وما قدرتوش تنتصر عليا، لا احنا الحمد لله وبفضل ربنا انتصرنا وقدرنا ان احنا بدورنا في السوشيال ميديا ان احنا نكشف اللي كان هيحصل. طبعا كانت فعلا الموضوع ما كانش يا جماعة بسيط، الموضوع كان خطير فعلا، خطير جدا، وليه فكر معين ان هو وراء الغرض من اقامة الحفلة وخصوصا تحديدا عند الاهرامات، فكان الموضوع فعلا خطير. فاحنا بنرحب طبعا المطربين العالميين على عيننا وعلى راسنا، ينوروا مصر. مصر بلد مفتوحة لكل الفنون من جميع انحاء العالم يعني. بس خليه بقى يتنح التتنيحة دي، وعايزين نقوله بقى المرة دي شفت المصريين يقدروا يعملوا ايه. مصر محفوظة دايما وعلى مر السنين، ومش طبعا احنا مش ناقصين بقى لمراسم ولا افكار ماسونية تيجي تبوظ لنا وتقلب لنا الدنيا والناس تعيش في خوف ورعب. طلع في اليوم اللي فاتت كتير ان الحفلة هتتلغي، لا الحفلة هتتعمل، ولغاية ايام قريبة قالوا ان فعلا الحفلة هتتعمل وخلاص يعني فعلا، لانه ما طلعش قرار رسمي من الشركة المنتجة اللي هي المسؤولة عن الحفلة بإلغاء الحفلة، برغم ان يعني مرة في نقابة المهن الموسيقية يقولوا لا الحفلة هتتلغي، لا مش هتتلغي هتتعمل، وفعلا كانت هتتعمل. الكلام طلع كتير هتتلغي، وقالوا احنا ضد اي عادات مخالفة للتقاليد والعرف المصري، واللي هو بيعمله ده مخالف للفكر المصري والثقافة المصرية. طبعا وعارفين واكيد وشافوا فيديوهاته وعارفوا قد ايه خطورة، بس ما كانش برضو طلع قرار رسمي بدليل ان هو جه هنا. بس تعالى بقى زور الاهرامات كده وتشمس تحتيها وخد التشميسة الشموسة حلوة كده، حلاوة شمسنا جميلة جنب الاهرامات. بس افتكر المصريين يقدروا يعملوا ايه. المصريين لما بيحطوا حاجة في دماغهم بيقدروا يعملوها بفضل ربنا، والمصر هتفضل دائما وابدا في حفظ الله ومقر الامن والسلام والامان. وادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين. مصر هتفضل دائما وأبدا
في امان الى يوم الدين. وطبعا انا فرحانة جدا ان احنا بدورنا، كل واحد بدوره المتواضع قدر ان هو يبين مصيبة كانت ممكن تحصل، وبفضل ربنا طبعا حفظ مصر على طبعا مر العصور وعلى مر السن، وقدر ان هو يحفظ مصر من شر كان فعلا هيبقى موجود، لان الموضوع فعلا كان كبير، ما كانش بسيط ولا هين زي الناس ما كانوا بيستهونوا، لا الموضوع كان فعلا خطير. بس الحمد لله عدت على خير، وانا في قمة سعادتي. ونقول لترافيس سكوت اتشمس بقى تحت واطلع كده الاهرامات اللي بتبقى حلوه قوي، واركب جمل وتفسح هنا اهوت. وما تنساش ان المصريين لما يحطوا حاجه في دماغهم ما بيسيبوهاش، ويفضلوا وراهم ورا الحاجه دي لغايه ما تتحقق. شفت القرار الشركه هتقعد تغني، بس روح غني مع الناس اللي متوافقين مع فكرك، مع الناس اللي يقبلوا ويتقبلوا فكرك والطقوس اللي انت بتعملها. مش عندنا هنا اتصور بس انت اللي هتتغاظ، مش هتغيظنا احنا. ما تحاولش. انت فاكر ان انت كده بتستفزين، انا جيت اهو الحفلة هتتعمل لا ده انت خلاص مع السلامة. صيف واعمل هنا عندنا السياحة جو رائع وجميل، بس طقوس شيطانية وافكار ماسونية اسفة مش عندنا. مصر في امان وحفظ الله، ودي احسن كلمة اختم بيها. ادخلوها سالمين وادخلوها امنين.